كنت من فترة باحضّر إن أنا أعمل مجموعة حلقات عن أفضل 100 فيلم مصري، اللي هو التصنيف اللي معمول بتاع أفضل 100 فيلم مصري، فلقيت في أول التصنيف فيلم العزيمة، فيلم العزيمة اللي هو سنة 39 بتاع كمال سليم، فقُلت أطّلع على الفيلم، أشوف الفيلم. الفيلم طبعًا بالنسبة لوقته، بالنسبة لعصره، فهو فيلم عظيم جدًا، لو إحنا بنقارن الفيلم بوقته، فهو بالنسبة لوقته فيلم جميل وفيلم عظيم جدًا، بس هي الفكرة كلّها في حاجة واحدة، اللي بهرني في الفيلم افتتاحية الفيلم، إن هو من الآخر إزاي قدر في الوقت ده يفكّر في فكرة نقل الكاميرا في كادر واحد، إن هو يجيب حارة كاملة مع حركة كاميرا واحدة، ده كان بالنسبة لي شيء مُبهر إن هو يتم في وقت زي ده. بس دخلنا حدوتة الفيلم داخلة في إطار الفيلم العربي، اللي هو الشخص العصامي. اللي هو من الآخر لازم ينجح في الآخر، لازم ينجح ويهزم عدوّه، اللي هو عدوّه الجزار الجاهل وهو الشخص المتعلّم اللي أبوه ضحّى ورهن دُكّانة حلاقته عشان خاطر يقدر يصرف على ابنه ويكمّل تعليمه، ويبقى من الناس اللي هي المرتاحة ماديًا، وابنه بقى بيبدأ يصارع الزمن والكلام ده كلّه، لحد ما بينجح في حياته بيتجوّز اللي بيحبها وبعدين بيخسرها وبعدين بيرجع يتجوّزها تاني. والصراع ما بينه وما بين العلم وما بين الجهل، الشخص الجاهل اللي هو الجزار اللي هو ما بيعرفش يقرا ويكتب وهو المفروض الشخص المتعلم، فالصراع الأبدي، فالحدوتة بسيطة، بس الفيلم في نطاق عصره كويس، إنما لو هنقارنه بأفلام زي الأرض، زي باب الحديد، زي الأفلام اللي محطوطة بعده في التصنيف، المومياء وغيرها، هو ما يستحقش إن هو يكون رقم 1. شكرًا.